هذه بطولة، ونحن تعودنا الآن في البطولات هناك مفاجآت، ممكن أن يفاجئنا بطل آخر، سواء جزائري أو صومالي أو جيبوتي أو سعودي. هناك الصومال أنجبت محمد فرح صاحب ميدالية لن تنسى في بطولة العالم في كوريا الجنوبية. الآن هل ترى، أو صاحب ميدالية فضية كان في بطولة العالم في ديغو، الآن يوجد عبد الله من الصومال موجود في هذا السباق. والله ما تكلم لي على صومالي يعيش في انجلترا وصومالي يعيش في الصومال يا عثمان، لان التدريب تختلف، نعم. وهناك مدربين يختلفون، وهناك امكانيات تختلف، وهناك عده اشياء تختلف. نعم. فصحيح محمد الصومالي في انجلترا له امكانيات وله كل راحه البال في التدريب وامكانيات بصفه عامه. تختلف نعم الامكانيات. تختلف الامكانيات في الايقاع بكثره. فهناك الآن العداء الجيبوتي أراد عثمان أن يعملها على طريقة الدراجات الهوائية. نعم. أراد أن يترك المجموعة وينفرد ويفرض إيقاعه. ولكن دعني أقول بأن الآخرين لا أظن عثمان أو هذا الصومالي على نعم الصومالي. نعم الصومالي. سمعنا يا عثمان قلنا بأن عبد الشكور عبد الله من الصومال هو الذي يقود هذا السباق الآن وبفارق سعيد، لكن هل يستمر؟ ممكن يا عثمان، سمعنا قلنا بأن إمكانيات في إنجلترا أكثر. نعم. يعني بطريقته السجية. نعم. بطريقته الفطرية ستكون صعب يا عثمان، سيكون نعم. صعب عليه، لأن تقريبا لا زالت 19 دورة و19 لفة ليس سهلة. صحيح. فهناك عدائين جيدين وراءه من البحرين، المغرب، السعودي، فعلينا أن ننتظر. ممكن هذا البطل ممكن بدون خبرة بدون تجربة، لأن صحيح. حتى أنا الآن أتكلم معك عثمان وكنحاول أبحث على إنجازاته الكبيرة، ما بل لي هنا إنجازات عند هذا البطل. صحيح. ما هنا ليس هناك أرقام، ولكن يريد أن يفرض إيقاعه بطريقته الخاصة، وأن لا ينتظر الآخرين. فهذا شيء جميل جدا من هذا البطل، بمعنى له شخصية في السباق. فهو الآن حتى أصبحنا نشاهد في كل لفة في 100 متر المستوية. نعم. هو يغير هناك الإيقاع ويريد أن يأخذ المسافة أكثر فأكثر. نعم. إذا سباق 10,000 متر بهذه الصورة بهذه الطريقة، أعتقد أنه سيضيف على هذا السباق رونقا، حلاوة، جمال وتميز، لأننا سنشاهد إجبار للمتسابقين الآخرين أن يزيدوا في عملية الإيقاع. والله عثمان أنت رائع. صحيح قلتها يا عثمان كما هي. أنا نعم. لا نعم، هو الآن أعطى جمال للسباق. نعم. أعطى إثارة للسباق، لأنه انفرد سيجعل الآخرين يخرجوا من السيناريو نعم. التكتيكي. نعم. فالآن سيبحثون عليه الآن أن يقتربون منه. فهو تقريبا في كل 400 متر يعمل 100 متر بسرعة. نعم. فهمت علي؟ فإذا عملها بهذه الطريقة سنعود للسيناريو اللي فاز به إبراهيم بوطيب في سيول في الألعاب الأولمبية. نعم. بنفس الطريقة فاز بالعشر كيلومترات، والكثير كان يظن بأنه ما يفوز، هو بأن الإيطالي هو اللي سيفوز، وفاز بنفس الطريقة. ولكن لا أظن هذا العداء هو بنفس الحجم لإبراهيم بوطيب. ولكن عثمان اللي بغيت نقول لك بأن هذا البطل الصومالي سيعطي رونق وسيعطي إثارة لهذا السباق بطريقة مختلفة. نعم. إذن البطل عبد الشكور عبد الله من الصومال ما زال يقود هذا السباق، سباق 10,000. إذن سباق قوي، سباق 10,000 متر، والأداء الطيب بالنسبة للأبطال المتواجدين معنا. الصومالي ما زال يقود هذا السباق كما نشاهد، ولا هو تعبان ولا هو متأثر بأي واحد خلفه.
نعم، هناك العداء الجيبوتي عثمان الآن موجود في الصف الثاني. نعم، يريد أن يلتحق به. ف والله 16 لفة كابتن والله سعيد. يا عثمان ألعاب عربية رائعة جدا، وهذا سباق 10 كيلومترات في ألعاب القوة. بكل صراحة عثمان حتى الآن هو أفضل سباق سعودي مغربي سوداني بحريني في المجموعة الأولى، التحقوا بالجيبوتي. نعم، فهذا هو جمال 10 كيلومترات يا عثمان. من الصعب كما قلت لك يا عثمان، صعب. أين هو الصومال يا عثمان؟ راح خلاص راح. يعني هو تراجع الآن هو في من الصف جيبوتي الأخير. هو الذي يتصدر هذا السباق حتى الآن، وهو البطل مؤمن جالة الذي يتصدر الآن السباق، وتراجع البطل عبد الشكور الأخيرة من هذا السباق. هناك مؤمن جالة، وهناك محبوب حسن علي محبوب، وهناك البطل شوقي. تدخل البحرين من جديد، وكأننا في لعبة تبادل الكراسي الموسيقية. قلت لك صعب يا عثمان، صعب. نعم. ولم ينتهي الأمر الآن، لم ينتهي الأمر. نعم، إذا هناك يتأخر بطل جيبوتي، تتقدم البحرين. المركز الأول حتى هذه اللحظة جيبوتي يتحرك، جيبوتي يتحرك. البحرين محبوب حسن علي، محبوب حسن علي البحرين، محبوب، نعم، محبوب حسن علي محبوب من البحرين. البحرين المركز الأول، البحرين. نعم، صراع على المركز الثاني والثالث. جيبوتي إنجاز كبير، جيبوتي إنجاز كبير. مؤمن جالة، مؤمن الذي آمن بقدراته بإمكانياته بأنه لا يوجد مستحيل. نعم، لا يوجد مستحيل. له كل التحية والتقدير، وأول ميدالية لجيبوتي هنا في الدوحة من خلال للصومالي الذي أيضا نحييه، عبد الشكور عبد الله، الذي كان في لحظة من اللحظات يتصدر السباق، لكن لديه إصرار على إنهاء السباق. أيضا نحترمه، نحييه ونقول له شكرا جزيلا. نعم عثمان، لأنه شعل النار يا عثمان في سباق 10 كيلومترات، هو الذي أعطانا إثارة في سباق 10 كيلومترات، جمال. نعم، وأعطاها جمال. ولكن برافو عليه لإنهاء 10 كيلومترات. نعم، إذا النتائج الرسمية ل10,000 كيلومتر: الميدالية الذهبية للبحرين، الفضية لجيبوتي.